يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد، ترحيبة من صداد عدل المايلة، وانا علي البس الابيات ثوب جديد، واصدح بشعري وصح لسان من قايله، زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد، تشريف كل النشام فرحة هايلة، اي والله افرح وبارك لك وهني وعد، واطلب من الواحد المعبود وسائله، يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد، ترحيبة من صداد عدل المايلة، وانا علي البس الابيات ثوب جديد، واصدح بشعري وصح لسان من قايله، زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد، تشريف كل النشام فرحة هايلة، اي والله افرح وبارك لك وهني وعد، واطلب من الواحد المعبود وسائله، يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد، ترحيبة من صداد عدل المايلة، وانا علي البس الابيات ثوب جديد، واصدح بشعري وصح لسان من قايله، زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد، تشريف كل النشام فرحة هايلة، اي والله افرح وبارك لك وهني وعد، واطلب من الواحد المعبود وسائله، يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد، ترحيبة من صداد عدل المايلة، وانا علي البس الابيات ثوب جديد، واصدح بشعري وصح لسان من قايله، زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد، تشريف كل النشام فرحة هايلة، اي والله افرح وبارك لك وهني وعد، واطلب من الواحد المعبود وسائله، يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد، ترحيبة من صداد عدل المايلة، وانا علي البس الابيات ثوب جديد، واصدح بشعري وصح لسان من قايله، زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد، تشريف كل النشام فرحة هايلة، اي والله افرح وبارك لك وهني وعد، واطلب من الواحد المعبود وسائله، يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد، ترحيبة من صداد عدل المايلة، وانا علي البس الابيات ثوب جديد، واصدح بشعري وصح لسان من قايله، زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد، تشريف كل النشام فرحة هايلة، اي والله افرح وبارك لك وهني وعد، واطلب من الواحد المعبود وسائله، يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد، ترحيبة من صداد عدل المايلة، وانا علي البس الابيات ثوب جديد، واصدح بشعري وصح لسان من قايله، زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد، تشريف كل النشام فرحة هايلة، اي والله افرح وبارك لك وهني وعد، واطلب من الواحد المعبود وسائله، يا مرحبا بالقريب ومرحبا
تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وصايله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة. وانا علي البسال ابيات ثوب جديد واصدع بشعري وصح لسان من قايله. زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة. وانا علي البسال ابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من قايله. زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة. وانا علي البسال ابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من قايله. زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة. وانا علي البسال ابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من قايله. زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة. وانا علي البسال ابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من قايله. زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة. وانا علي البسال ابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من قايله. زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة. وانا علي البسال ابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من قايله. زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفك كله النشامة فرحتنا عيلة. اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة. وانا علي البسال
يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد عدل المايلة وانا علي البس الابيات ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعيد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من سداد
حسان زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة علي الرسالة بيت ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة وانا علي الرسالة بيت ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة علي الرسالة بيت ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة وانا علي الرسالة بيت ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة علي الرسالة بيت ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة وانا علي الرسالة بيت ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريف كل النشام فرحتنا اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائل يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداد عدل المايلة وانا علي الرسالة بيت ثوب جديد واصدح بشعري وصح لسان من زواجكم واجتماع العائلة يوم
وصح لسانه من قايله زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفه كل النشامة فرحة هايلة اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود وسائله يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد ترحيبة من صداده وانا علي المثال ابياته ومن جديد واصدح بشعري وصح لسانه من قايله زواجكم واجتماع العائلة يوم عيد تشريفه كل النشامة فرحة هايلة اي والله افرح وبارك لك وهني وعد واطلب من الواحد المعبود سوي نفسك ما بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة اكتمل فيها القمر وأضاء الدنيا بنورها الساطع وأتم اكتماله الأمور الكريم ليكمل الأفضاء. نرحب بكم جميعا باسم بني إسرائيل كبيرهم وصغيرهم، وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ ولي من يد الذكر ويتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة، أولا فإن الأصل إذا قرئ القرآن أن يستمع الناس إليه، فهذا كلام الله جل جلاله، فإذا قرئ فالواجب المسلم أن يستمع إليه ويسمع. حتى أن أهل العلم قالوا في الصلاة إذا قرئ القرآن حتى في الصلاة جاء خلاف عند أهل العلم بأنك حتى الفاتحة ما تقرأها في الصلاة، مع أنها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لكن قال تستمع إلى القرآن إذا قرأه. هذا في الصلاة يقرأ، فما بالك يعني الله المستعان في الزواج وغيره. فالأصل أن يحب حقيقة أن يسمع القرآن إلى الكل. أيها الكرام، يعني سمعنا سبحان الله من الآيات يعني ما وعد الله به الناس الجنة من الثواب إذا هم عملوا من الصالحات.
وسبحان الله يا اخواني اهل الجنه يفرحون ويسعدون في الجنه. احنا الان سبحان الله انا ارى الان في وجوهكم يعني السعاده والانس في زواج الاخوه. اسال الله من الكرم ان يبارك له وعليه وزوجه وان يجمع بينهما بخير. فهذه السعاده يا اخوان في الدنيا، فما بالك بسعاده اهل الجنه اذا بشروا بالجنه. وقال الله سبحانه وتعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فما بالك بسعادتهم في الجنه اذا هم بشروا بالجنه. والله سبحانه وتعالى وعد الجنه للمتقين وجعل الجنه يعني كان الجنه التقوى. وفي ايات كثيره متواتره في القران يقول الله تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا ووجدت الجنه للمتقين. فكانت التقوى سبب من اسباب دخول الجنه. اسال الله ان يجعلنا واياكم من المتقين. واسال الله بمنه وكرمه ان يبارك في اخينا الغالي الخلفاء خالد. واسال الله بمنه وكرمه ان يجمعنا واياكم كما جمعنا واياكم في هذا القصر مستبشرين فرحين، ان يجمعنا واياكم على ابواب الجنه داخلين مباركين. اللهم امين. اللهم جزاك الله خير. هذا هو ما نسال الله عليه وسلم. أما الآن ما يصير تحرير الشارع ما تحمس تغيير سكان الأهل هو بشارع مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانكم البنات خالد بن علي بركية من ناسي. أول شيء بارك أخونا خالد بن علي وقل بارك الله اللهم بارك عليه وجمع بينهما في ذلك. الشيء الثاني يمكن أنكم ما تدرون أني أنا وخالد كنا موجودين بمدينة يمكن 10 سنوات أو 9 سنوات. ساكنين سوا ولحقت علي واحد. أقول مرحبا ترحيب سمح سعادتها باسمه خالد بن يعقوب من مشاعر صارت كهجرنا مدتها أستقبل ضيفتي عبر السحابة القلوب تلوح ويدور عادها فالسماء يهز فوق الأرض مثل تنيمومها يحكي بردها والجبل شلال يبيد شعابه فاختم الضيف والنفس سعدها في حضور الريح
يلمح سعادتها باسم خالد وابو خالد بالنيابه. والان مع الشاعر عبد المجيد سعود الرياضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أنا الشيخ عجب صغير عيني زواج أخوي خالد، والله يجعل أيامكم كلها فرح. وبالنسبة للمسيد أنا والله أتشرف بطول راسي ومشارك إخواني العقارب. لكن ما علموني بالمسيد غير اليوم ولا حضرت شيء، لكن مشارك بثلاث قصايد وترك المجال. هذه قصيدة وطنية شاركت فيها في احتفالات من جدها باليوم الوطني. أقول دنك أبيض الشعر والقلب غنى، وجانا هار كم من الوقت احتريته، يا هجوس الشاعر اللي ما تونى، اكتبي عن داره ومجده وصيته للوطن، فرقابنا بيعه وحنا عاشقينه قبل بتروله وزيته ساكنين أرضه، ومن حبه سكننا كل قلب من قلوب الشعب بيته عايش بقلوبنا وقلوبه هنا، لو طمى من دم شرياني رويته كرم ربي وفضله، جعلنا قبلة للمسلمين وعز بيته هالولا يا دارنا فينا ومنا، والوطن بالدم وبروحي فديته، والتراب اللي بهالدنيا حضرنا ما استحق العيش فيه وما حميته، ولو عملنا يا وطن ولا احتفلنا ما رجع لك عطاك اللي عطيته، ولو كتبنا بالقصايد ما وصلنا قدرك اللي حنانا بنيته، انت مالك يوم واحد يا وطننا كل يوم يمر من حبك مليته، والله هني بحياتي ما اتمنى غير موت التراب اللي هويته. سلام. شاركت قبل شهر في حفل عند الشيخ زايد بن عيد الليله تكريم لابنه عبد المجيد اللي تبرع بوالدته بوليده، فعلا مشرف ويستحق اكبر من القصار. اقول يا هاجسي وانت دايم تجذب الانتباه، قدم من الشعر ما يرسخ لدى سامعيه، في حفله الشيخ زايد سعد منه ونصاح يلقى الكرم مع هلايا مرحبا تختريه، اللي بنى البيت بالعز تمجود بنار عياله اللي جاز الزمن تفتدي سلام، والفرحه الليله بكل اتجاه، واضح شعور السعاده في جميع الوجيه، ومن بعدها ويشبه دي مهدي يمطه كلاه، لو وقت بغل القصايد ما تجملت فيه، الصغير عبد المجيد بن زايد حي والله نباه الله يرضى على الوقفه ويرضى عليه صغير سنه، ولكنه كبير العطاء، كم يقول العمر من دونه ما فيه، اللي يوقف موقف العز صعب يلحق بالله عبد مظاهر طبعا الكلام يدعيه اجابتك الحياه وعدت فيها الحياه، ومبشر بخير من هو مرضين والديه، اللي بدا بدره البر في بدايه
صاروا على احترموا جميع صحبه وعزوا الدين وساروا على نفس الخطى تابعين وحنا على ما هم مشوا فيه ماشيين والعمر لجل ترابها مرقصين. وصيتي لاهلي وكل القريبين امت قبل بقيع المدينه وسلامتكم والعمر والقصور خاطر يستاهلون ويبارسون. مع الشارع اولا اكرر الترحيب وارحب بالجميع وباسم الحضاره ارحب بحضور الاخوان الكبار خالد وارحب باسم من صغير جميعا صغيرا وكبيرا بالجميع والله يحييكم من ممشاكم اليوم البارح. اما بالنسبه للمزيد والمدح واللي كل اللي يستحق يمدح الحضور يقدرون يجاوب لا يمدح لكن كل شخص المدح لانه يستاهل فانا ما يمدح الجميع يستاهلون. اما بالنسبه للقصايد القصايد شيء يعبر عن الابداع. يقول البارحه فكري على حد مشهور وقلبي على سفك المعاني مخور حولت في رضاها صور وجول واخترتها 10 من البيت الاول تحكي وقايع قصه اللي لها حول كنيتها وسط الضماير تجول احيانا اظهرها من الصدر واقول واحيانا في رجل الزمان يتحول سر احيانا اظهرها من الصدر واقول واحيانا في رجل الزمان يتحول واقول سر داخل الصدر مقتول اصبر على العدا لو يطول الصبر بالحور عدا سيف مسلول علم يقولونه هذا العلم الاول ولا يغيب عنها زلال الامدال مسؤول وما له الردى والتسول وقت الغريب اصبح به الحد مجهول والله كافينا زمان يهول رمش السعاده من على الوقت مقتول رمش السعاده من على الوقت مقتول ولا فيه دور يبتدع ما يدور ومن لا يجيب الراي باحكام وصول يصبح على موال وقعه يموت. سلامتكم. اما بالنسبه للوزير الثانيه يقول يا كريم كل ما صدري يضيق الجانب انت خالقني ربي والكريم القادر مو نمك يا الهي واسقيك الله الطامع في رحمتك وانت الرحيم الغافر ساعة من تحت رحمتك فيها هالك ينعرف فيها جبين المسلم الكافر اجعل الفردوس منزلتي يا رب سالم يا منزل سورة التوبة وسورة فاطر والصداقة وبعضها ما يصير أشوالك كأنها شوف البشع فيها الزمان الغافر الصديق اللي يكرمه غيبتك واحوالك دائما ضرب الحجاب ولا يقيم الكافر الصديق اللي يكرمه غيبتك واحوالك دائما ضرب الحجاب ولا يقيم الكافر ان وقف خاطرك جنبه ما يكفي جارك وزهمتك في لزوم قلبك شيء حاضر وانت يا مخيم هداوي من خبا وانت يا مخيم هداوي من هدام افعالك ما نبي من بين خيرك جيع خيرك واخر لو بين
هذه تنتمي ينظر صاحب السمو الملكي للمعركة الداخلية. أقول أعزائي وسط جماعة الخطة هدية وسط مواساة الجنوب والولاية لا للسعود مشاهد دار الحمية وقصة متعب بعد موت نايا فالهامة اللي عانقتها المية هذا فقيد الدار ستر العفايف ماجور ومجار حياتك هنية هذا القرمان اللي كذا الحسايف صورة ولي العهد بالصدر حية أشوفها بين الضلوع النحايف زرعتها مثل الورود الذي وسقيتها بدمع عن الدرايف صورة وفا وتحارب العنصرية صورة عظمة تعترف بالكلايف صورة فكر وزارة الداخلية صورة عظيمة في جميع المصائب. يا رب وسع منزلي يومية وارسل على كفر نزول الغدايف تنزل أمالي له صباح وعشية من البحر يصار عروس المصائب تأخذ شهر دين وثلاث الكلية لا يزيد البشر يقوم النظائف. يا الله وانت المطلع على البرية اكتبها لنا وخير الصحائف آمنت بالله وكتابه ونبيه لكن ما شيء بعد موته نايف هذا بقيد الأمة العربية بقيد الأمة والصحابة الضحايا شيخ السلام محارب المذهبية حزين من قدر الزاد عايب لكن عزانا فالاسكال الوفية اخوان نايف محتلين العطايف على السعود بقولنا العصية ولا ركع الوفاحة ولا ميت شايف الله تعالى تسكت والرافضية والرمه لله باطل وزايف اللي بها تزعل الجاهلية هذاك من العناصر والطوائف ينشر ضرب سيوفنا الصيرامية الفاتحات والطاريات الرهائف بسيوفنا نار الرياضة المنية حتى يولي المرحة الراس خايف مسكين من سن الرياضة الشقية دون الماضي والوطن روح نايف. السلام عليكم. ومسالك لا تعلم الله ولله نعمة المسلمين والعالمين. نشكر شباب